السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقاء. كيف حالكم اليوم؟ يبدو أن برشلونة يعيش وقتا عصيبة، أليس كذلك؟ في هذا الفيديو سنناقش التفاصيل كاملة، سأحاول أن أوضح لكم كل شيء. برشلونة تعادل مع بيتيس في الأسبوع الماضي، وهذا لم يكن خبرا سعيدا لجماهير النادي، لكن هذا ليس كل شيء. المنافسة اشتدت جدا مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وهناك أزمة أخرى تتعلق بعقوبات المدرب هانسي فليك. دعونا نتحدث عن كل ذلك خطوة بخطوة. حسنا يا أصدقاء، دعونا نلقي نظرة على ترتيب الدوري الإسباني الآن. برشلونة تعادل مع بيتيس بنتيجة 2-2، وهذا التعادل جاء في وقت حساس جدا. لماذا حساس؟ لأن المنافسة الآن على أشدها. ريال مدريد فاز على جيرونا بنتيجة 3-0. أتلتيكو مدريد بدوره قدم مباراة كبيرة ضد إشبيليا وانتصر بنتيجة 4-3، وهذه النتائج جعلت الجدول يشتعل. ريال مدريد الآن في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن برشلونة. أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط. تخيلوا معي هذا، ريال مدريد وأتلتيكو لعب مباراة أقل من برشلونة، يعني لو فاز كل منهما في المباراة المؤجلة فالصدارة قد تضيع. والسؤال الآن هو كيف يمكن لبرشلونة أن يخرج من هذا الموقف؟ الفريق يحتاج إلى الفوز في كل مباراة مقبلة، ولكن مع هذا الضغط الكبير الأمر ليس سهلا بالنسبة لبرشلونة. والآن دعونا ننتقل إلى الخبر الذي زاد الوضع تعقيدا. رابطة الدوري الإسباني أعلنت رسميا أن مدرب برشلونة هانسي فليك سيغيب عن مباراتين مقبلتين بسبب سوء سلوكه في مباراة بيتيس. العقوبة جاءت في وقت حساس جدا. تخيلوا معي، برشلونة سيلعب مباراتين مهمتين جدا في الدوري ضد ليغانيس وأتلتيكو مدريد. الآن كيف سيؤثر غياب المدرب على أداء الفريق؟ البعض منكم يقول فليك لم يقدم مستوى جيد مؤخرا، فغيابه لن يحدث فرقا كبيرا. ولكن آخرون سيقولون لا يا أصدقاء، وجود المدرب على الخطوط مهم جدا في مباراة كهذه. صراحة أنا أرى أن الأمر يعتمد على استعداد اللاعبين. إذا كانوا قادرين على تطبيق الخطة كما أعطى المدرب، ربما لن نشعر بغياب فليك كثيرا. ولكن أمام أتلتيكو مدريد مباراة بهذا الحجم تحتاج إلى وجود المدرب لإدارة الفريق تحت الضغط الكبير. لكن لا تقلقوا كثيرا، هناك جانب إيجابي وسط كل هذه المشاكل. برشلونة سيخوض مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد بورسيا دورتموند، وهنا الخبر الجيد، هانزي فليك سيكون حاضرا في هذه المباراة. فمباريات دوري الأبطال دائما لها طابع خاص، الانتصار فيها يمكن أن يرفع الروح المعنوية بشكل كبير ويعطي الفريق دفعة قوية للعودة إلى الدوري الإسباني. لكن السؤال الذي سأطرحه عليكم هو، هل يمكن أن يؤثر هذا التركيز على دوري الأبطال سلبا على أداء الفريق في الدوري المحلي؟ هل يستطيع برشلونة الموازنة بين البطولتين؟ في النهاية يا أصدقاء، الوضع صعب بالنسبة لبرشلونة، ولكن ليس مستحيلا. برشلونة أمامه تحديات كبيرة، والكرة الآن في ملعب اللاعبين. دعوني أسألكم أيضا، ما رأيكم في غياب هانسي فليك؟ هل سيؤثر بشكل كبير على الفريق؟ هل تعتقدون أن برشلونة سيستطيع الفوز على ليغانيس وأتلتيكو مدريد في غياب المدرب؟ وأخيرا، ما توقعاتكم لمباراة دوري الأبطال القادمة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وأنا سأكون سعيدا جدا بقراءة تعليقاتكم والرد عليها في الفيديو القادم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أراكم قريبا.